السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. الحرمين تحدد مواعيد تفويج حملة التصاريح للروضة الشريفة. أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين المسجد النبوي عن مواعيد تفويج حملة التصاريح للروضة الشريفة من أجل الصلاة والزيارة، حيث تم تقسيم المواعيد على 4 فترات، 2 منها تخص الرجال و2 للسيدات. طبعا في إطار التنظيمات اللي بتشرف عليها الهيئة من أجل تحسين إسراء تجربة الزائر والمعتمر، وإن هم يقدروا يزوروا الأماكن المقدسة في الأوقات السليمة. أكدت شؤون الحرمين على أن زيارة الروضة الشريفة تتطلب القيام بحجز موعد مسبق، وذلك من خلال الدخول إلى حساب المستخدم في خدمة نسك الإلكترونية. وحثت الهيئة على أن خفض الصوت في المسجد النبوي يعين المصلين على السكينة والخشوع، وأشارت إلى مواعيد تفويج حملة التصاريح لدخول الروضة الشريفة. هيتم تقسيم مواعيد الصلاة في الروضة الشريفة للرجال الفترة الأولى من الساعة 12:30 منتصف الليل وحتى صلاة الفجر. الفترة الثانية من الساعة 11:30 صباحا وحتى موعد صلاة العشاء. موعد تفويج حملة التصاريح للنساء الفترة الأولى من بعد صلاة الفجر يوميا وحتى الساعة 11:10 صباحا. الفترة الثانية من بعد صلاة العشاء وحتى الساعة 12 من منتصف الليل. وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بآداب الزيارة الشرعية والتعليمات اللي يضعها المنظمين، والمحافظة على المتعلقات الشخصية، وعدم تركها في أي مكان في المسجد النبوي الشريف أو في الساحات، وأن تكون مدة بقاء كل مجموعة في الروضة الشريفة 10 دقائق حتى يكون هناك متسع من الوقت لتمكين الحاجزين من الصلاة. كمان أضافت الهيئة إلى أنه يجب مراعاة التعليمات اللي بتخص نقاط الفرز، من حيث توافر تصريح زيارة الروضة الشريفة يكون ساري الصلاحية وصادر من منظومة توكلنا أو نسك، وكمان الالتزام بالحضور في نقطة الفرز في الموعد المحدد. كمان يجب الحرص على اصطحاب الجوال عشان يتمكن الزائر من إبراز التصريح عليه، بيكون التصريح موجود عليه بيفتحه. وشددت الهيئة على أنه في حالة عدم الحضور في الموعد المحدد هيتم إلغاء التصريح. طبعا ده اللي مش عارف أنه لازم يحجز، يعني لازم تدخل نسك وتحجز عشان الروضة الشريفة لها مواعيد، وتلتزم كمان بالمواعيد. وربنا يوعدنا جميعا إن شاء الله. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.